بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تعاقب الأجيال دورة حياة البلازموديوم ملاريا. لازم دورة الحياة تكون في دماغك بهذا المنظر، وتكون محطوطة كده كفوتو ميموري، ملزوقة في الذاكرة بتاعتك عشان تعرف تحل أي سؤال على دورة حياة البلازموديوم، ما تبقاش تايه وعمال تجيب يمين وشمال. فرجاء لازم تكون حافظها كويس قوي، والرسمة ده هي تعيد وتزيد فيها. طب وأعيد وأزيد فيها إزاي؟ من واقع الأسئلة. كل ما أجي أحل سؤال أو ما أجيب الإجابة بتاعت السؤال من واقع الرسمة. هنا أما سؤال والتاني والتالت والعاشر والخمسين والستين هتلاقي دورة الحياة لزقت في دماغك. وده زي ما عملنا في قصة التوالد البكري. انت شاطر وعارف كل كلمة في التوالد البكري، ورغم ذلك وصينا ان اي سؤال توالد بكري نحل العسل او المن تروح تجيبه من الرسمتين بتوعهم. فده ثبت زي ما انت اعترفت كده، ثبت الاتنين في دماغك. هتبدأ دورة حياة البلازموديوم ملاريا كده باختصار مفيد اللي هو الشامل الوافي. نبدأ نقول ان البلازموديوم ملاريا ده طفيل بيتطفل على الانسان وعلى انثى بعوضة الانوفلس. هتيجي تلاقي نص دورة حياته هيقضيها في الانسان، وادي عندك هنا الانسان ده كده الكبد وهنا الدم، ونص تاني من دورة حياته في انثى بعوضة الانوفلس، ودي انثى بعوضة الانوفلس. وهنا عندنا ده المعدة بتاعتها، ده كده احنا داخل المعدة او هنا في جدار المعدة او بنقول عليه خارج المعدة. اذا دورة حياة البلازموديوم ملاريا مقسومة الى 4 في ربعين موجودين في الانسان، وفي ربعين موجودين في انثى بعوضة الانوفلس. الربع اللي في الانسان الاولاني في الكبد، والربع الثاني في الدم. الربعين اللي في انثى بعوضة الانوفلس، في الربع الاولاني موجود داخل تجويف المعدة، والربع الثاني خارج تجويف المعدة اللي هو بنقول عليه في جدار المعدة. بتبدأ القصة برضو علشان تبقى متخيل يا دكتور. احنا عندنا هنا الفم الثاقب بتاع انثى بعوضة الانوفلس، زي ما احنا متفقين ان هو بيبقى سحب وطرد في نفس الوقت. السحب هنا لما بتيجي هي تشفط دمك يا دكتور، فبيدخل عندها او يدخل عندها على المعدة. يبقى اذا في اول واحد شفط ده متصل بالمعدة من جوه. اما الطرد يا دكتور، فالطرد هنا لما تيجي هي تصب عندك مثلا السبوروزويتات، فده بيبقى الجزء الطارد ده بيبقى متصل بالغدة اللعابية اللي بيبقى فيه السبوروزويتات. تبدأ دورة الحياة كالآتي. نمرة واحد هنا البداية من هنا، ان لما تيجي بعوضة بيبقى فيها الطور المعدي للإنسان اللي هو السبوروزويت، والسبوروزويت هنا بيكون نون. بتبدأ البعوضة بتلدغ الإنسان تصب السبوروزويتات في دمه. السبوروزويتات ما تقعدش في دمه ثواني وعلى طول السبوروزويتات تتحرك. إذا ادي معلومة هي ان السبوروزويتات عندها قدرة على الحركة الذاتية، وتروح مع الدم إلى أن تصل إلى خلايا الكبد. يوصل السبوروزويت لخلية الكبد ويبدأ يتكاثر جواها لا جنسي بالتقطع. النواة بتاعت السبوروزويت داخلية تنقسم النواة الأول وتتقطع، ويبقى فيه عدة أنوية كل واحدة تحاط بجدار، ويتحولوا إلى خلايا برضو أو خلية كده وحيدة اللي هي بنقول عليها الميروزويت. بعد كده تنفجر الخلية الكبدية وتطلع منها الميروزويتات. يروح ميروزويت واحد يهاجم خلية كبدية تاني، ويبدأ يتكاثر جواها لا جنسي تقطع ويتحول إلى شوية ميروزويتات. وهنا يبقى كفاية يقوم خارج الميروزويت بره الكبد على طول. انت عايز تقول لي ان الميروزويتات او الطفيل بيقعد داخل كبد الانسان دورتين من التكاثر اللا جنسي بس. اول دورة يا دكتور اللي هي واحد سبوروزويت يتحول الى شوية ميروزويتات. الدورة الثانية من التكاثر اللا جنسي واحد ميروزويت يتحول الى عدة ميروزويتات، والاثنين لا جنسي بالتقطع. نخرج بره الكبد يا دكتور ونروح على الدم. يقوم الميروزويتات اللي خارجه من الخلايا الكبديه تهاجم خلايا الدم الحمراء. واتفقنا هنا ان ده التارجت اورجن او بنقول عليه العضو المستهدف للطفيل اللي هي خلايا الدم الحمراء. ولكن الكبد كان مجرد علشان يكتر من نفسه، وسمينا دي فتره الحضانه او فتره الاستعداد او فتره التجهيز بتاعه الطفيل. اذا فتره الحضانه بتاعه الطفيل بيقضيها داخل الكبد. يجهز نفسه يا دكتور، هو مش عايز يهاجم الكبد، هو بيجهز نفسه يزود عدده علشان يبدا يروح يهاجم خلايا الدم الحمراء. ويهاجم كل كرة دم حمراء واحد ميروزويت نون، يقوم يتكاثر جواها تاني لا جنسي بالتقطع، يفجر كرة الدم الحمراء، ويطلع من كرة الدم الحمراء حاجتين. نمرة واحد ميروزويتات، نمرة اتنين السموم اللي كان كونها الطفيلة او اللي هي الفضلات. السموم طبعا هتقوم تعمل عند الانسان ده اعراض الملاريا اللي هي ارتفاع في درجة الحرارة بالاضافة الى الرعشة والعرق الغزير. اما بالنسبة للميروزويتات اللي خارجة ففي منها او مصيرها في اتجاهين. يا اما ميروزويتات تروح تهاجم خلايا الدم الحمراء تاني علشان تعيد التكاثر اللاجنسي بالتقطع وتزود عددها، يا اما ميروزويتات تروح تهاجم تاني خلايا الدم حمراء، بس المره دي مش هتتكاثر جواها ولا هتزيد. امال هتعمل ايه؟
يقوم الميروزويد جوه كرة الدم الحمراء يتحول والكلمة دي فيها أسئلة، ويتحول الميروزويد جوه كرة الدم الحمراء إلى حاجة اسمها طور مشيجي. والطور المشيجي لما بيتكون هنا بيبقى نون. ليه؟ لأنه ناتج من الطور المشيجي، ناتج من ميروزويت نون، ولذلك الطور المشيجي هنا يفضل غير ناضج، ومهما قعد جوه دم الانسان هيفضل غير ناضج. وبعد كده تخلص هنا القصه في دم الانسان. لما يجي بقى البعوضه تانية تيجي تلدغ الانسان وتمص دمه، هيروح الطور المشيجي ده يا فندم يقوم داخل لهذا الانسان، ويروح الطور المشيجي على معده البعوضه. هنا اول ما يدخل الطور المشيجي وهو غير ناضج، يبقى داخل الاول طور مشيجي غير ناضج، يحصل له عمليه نضج يا دكتور، وينضج المشيج المذكر والمؤنث داخل تجويف معدة البعوضة. يبقى أنا هنا لو جيت سألتك في سؤال أين يتم نضج الطور المشيجي، يتم نضج الطور المشيجي داخل تجويف المعدة. هنا أول ما ينضج على طول يا دكتور يبدأ على طول يخرج المشيج المذكر والمشيج المؤنث أو المذكر أهو من كرة الدم الحمراء. يبقى أين يحدث تحرر الأمشاج داخل تجويف المعدة. وبعدين هنا لما تلاقي المشيج المذكر والمؤنث ده البنزين جنب النار، على طول المشيج المذكر يتحرك، هو ليه هنا حاجة زي أهداب بيتحرك بيها، يروح يخصب المشيج المؤنث ويحصل عملية الاندماج. ودي تاني وتالت معلومة، أين يتم الاندماج؟ يتم الاندماج داخل تجويف المعدة. طب اديني مثال لطور تاني بيتحرك في دورة الحياة، المشيج المذكر بيتحرك. يبقى أول واحد كان بيتحرك السبوروزويد، تاني واحد يقدر يتحرك المشيج المذكر. الزيجوت اللي اتكون ده اول واحد 2 نون، لان لو انت واخد بالك كل اطوار البلازموديا ملاريا اللي كانت جوه الانسان ولا واحد منها 2 نون، كله نون 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 احادي العدد الصغري. وفي البعوضه برضو كله نون، واول 2 نون هيتكون الزيجوت اللي هو 2 نون من اندماج المشيج المذكر مع المؤنث. الزيجوت ده بيبي ما يقدرش يتحمل الحموضه بقى والانزيمات والقصص اللي جوه معده البعوضه، لازم البيبي ده يجري بره المعده اللي هو الزيجوت، يقوم على طول ما يقدرش يتحرك لانه هو عامل زي الكوره، فلازم يحصل فيه تشكل ويتسحب جسمه ويبقى مسحوب كده مستدق علشان يعرف يغادر المعده. وبالفعل يتحول الزيجوت الى حاجه اسمها الطور الحركي اللي انا بسميه كانه زيجوت متحرك. يبقى دي عمليه تحول، هنا ما حصلش انقسام ولا اي حاجه، مجرد ان الزيجوت الاتنين نون قامت سحب كده يا دكتور واتمط بالمنظر ده علشان يبقى مستدق فيعرف يتحرك. يبقى ادي تاني تحول. اوعى تنسى يا دكتور، اول تحول عندنا الميروزويد في كرة الدم الحمراء تحول لطور مشيجي. تاني تحول بيحصل جوه البعوضة، الزيجوت بيتحول الى الطور الحركي اللي بنسميه الاوكاينت. وبالتالي الطور الحركي ده 2 نون. ليه 2 نون يا دكتور؟ لو ما حصلش فيه حاجه، كل اللي حصل ان الزيجوت كان 2 نون، شكله بس اتغير بقى الطور الحركي مسحوب، فهو الطور الحركي هو كمان 2 نون. يغادر الطور الحركي ويروح هنا جوه جدار المعده. يبدأ الطور الحركي يا دكتور ده 2 نون، والطفيل اساسا نون، فبالتالي لازم يرجع الى العدد الاصلي بتاعه، فيبدأ يحصل للطور الحركي انقسام ميوزي. ودي اول انقسام بيحصل داخل جدار المعدة، وده مش اجل تكاثر ولا حاجة، ده مجرد علشان ارجع العدد الصبغي من 2 نون الى العدد الاصلي بتاع الطفيل اللي هو نون ده عن طريق الانقسام الميوزي. ويتكون حاجة اسمها كيس البيض اللي هو الاوسيست. يبقى اذا الاوكاينت ينقسم ميوزي يتحول الى الاوسيست. هنا الاوسيست بعد كده يبدا هو اللي يتكاثر بقى. يتكاثر ازاي؟ الاوسيست كان نون، يتكاثر بالانقسام الميتوزي، وهنا يبدا يكون جراثيم، والجراثيم دي شكلها يتغير يا دكتور وتتحول الى سبوروزويتات. يبقى معنى كده ده جزء من التكاثر اللي هو بنقول عليه تكاثر لا جنسي اللي بيحصل داخل جدار المعده، اللي هو تحول الاوسيست اللي هو كيس البيض الى السبوروزويتات، وده بالانقسام الميتوزي، لان ده تكاثر لا جنسي بالجراثيم زي ما احنا قلنا قبل كده، والتكاثر اللا جنسي بالجراثيم هو لا جنسي، واي لا جنسي يعتمد على الميتوزي. يبقى انت خدت بالك هنا داخل جدار المعده بيحصل انقسامين، ميوزي ميوزي الاول ثم ميتوزي، عشان لما اجي اقول لك داخل جدار المعده بيحصل انقسام، داخل الجدار بيحصل انقسام ميوزي ثم يلي ميوزي، اقول لك لا. طب ميتوزي يلي ميتوزي، اقول لك لا. طب ميتوزي يلي ميوزي، اقول لك لا. ميوزي يلي ميتوزي. وبعد كده السبوروزويتات ده هي تبدا تتحرك وتخرج بره الكيس بتاعها عشان تروح تهاجم الغدد اللعابيه، وتستقر السبوروزويتات في الغده اللعابيه، وتصبح هذه البعوضه معديه تقدر تعدي انسان تاني، وهكذا. يبقى دي كده دوره الحياه باختصار شديد، وانت كده لممها ومجمعها.
بتاعها. يبقى اذا لما نيجي نقول دلوقتي فين التكاثر اللي حصل في الكبد لا جنسي تقطع، حصل في الدم لا جنسي بالتقطع، حصل في معدة البعوضة جنسي بالامشاج، خارج معدة البعوضة اللي هو في جدار المعدة بتاعة البعوضة لا جنسي بالجراثيم. وهنا يجي لي السؤال، ليه بيمثل دورة حياة البلازموديوم ملاريا مثالا واضحا لتعاقب الاجيال؟ لان في دورة حياة البلازموديوم ملاريا يوجد جيل واحد يتكاثر جنسيا يعقبه 3 اجيال، اللي هو ده وده وده يتكاثر لا جنسي، وده كان شرط تعاقب الاجيال، جيل جنسي يعقبه جيل او اكثر لا جنسي. جيل واحد يتكاثر جنسيا بالامشاج باندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث داخل تجويف المعده لتكوين الزيجوت، يعقبه 3 اجيال تتكاثر لا جنسي. اول جيل ورا ده على طول اللي هو لا جنسي بالجراثيم في جدار المعده، حيث يتكاثر كيس البيض لا جنسيا بالجراثيم ما بين قوسين انقسام ميتوزي ليتحول الى السبوروزويتات في جدار المعده. اللا جنسي اللي بعده داخل الكبد بتاع الانسان، وهنا بيحصل دورتين من التكاثر اللا جنسي. الدوره الاولانيه اللي هي 1 سبوروزويت لشويه ميروزويتات لا جنسي تقطع، الدوره الثانيه برضه في الكبد 1 ميروزويت يتحول الى شويه ميروزويتات لا جنسي تقطع، يعقبه جيل ثالث يتكاثر لا جنسيا، وده في دم الانسان ان 1 ميروزويت يتحول الى عده ميروزويتات يا دكتور. طيب السؤال الثاني لما يجي يقول لك كده، قول لي يا دكتور جميع اطوار البلازموديوم ملاريا احاديه العدد الصبغي ما عدا 2 بس يا دكتور، الزيجوت والزيجوت المتحرك اللي هو الطور الحركي. دور على اي حاجه، كل الاطوار بتاعه الطفيل جوه الانسان نون 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 احادي العدد الصبغي، ما فيش حاجه اسمها 2 نون جوه الانسان، كله نون يا دكتور، من اول السبوروزويت والميروزويت والطور المشيجي. اما داخل البعوضه فهتيجي تلاقي فيه عندك الطور المشيجي نون، وعندك الزيجوت وعندك الامشاج نون، ولكن هنا الزيجوت والطور الحركي هما الاثنين نون، وبنرد تاني للاوسيست اللي هو كيس البيض بيبقى نون، ثم السبوروزويتات نون. اذا كل اطوار البلازموديوم ملاريا احاديه العدد الصبغي عدا 2، الزيجوت والطور الحركي يا دكتورنا العزيز. طيب لما اجي اقول لك هنا، تعرف يا دكتور هنا الطور المعدي لبعوضه الانوفلس، سوري لطفيل البلازموديوم ملاريا، الطور المعدي معدي لمين يا فندم؟ قالك اصل الانسان بيتعدي، يعني في حاجه بتتنقل من البعوضه الى الانسان، فكده الانسان اتعدى. العدوى معناها ان الطفيل او الميكروب ايا مكان دخل جوه جسم الانسان، فمين اللي بيروح من البعوضه الى الانسان؟ السبوروزويتات. يبقى السبوروزويتات هي الطور المعدي للانسان. في بقى حاجه معديه للبعوضه، ايه اللي كان جوه الانسان وبيتنقل من الانسان يدخل على البعوضه، فكده الطفيل دخل لها الطور المشيجي. اذا الطور المشيجي هو الطور المعدي لانثى بعوضه الانوفلس. تاني يا دكتور، الطور المعدي في دوره حياه البلازموديوم ملاريا، لو حدد لك في السؤال الطور المعدي للانسان بقول له السبوروزويت، لو قال لك الطور المعدي للبعوضه بقول له الطور المشيجي. طب لو قال لي الطور المعدي وسكت على كده، انا احدد له بقى اقول له هناك طور معدي للانسان سبوروزويت نون، وفي طور معدي للبعوضه الطور المشيجي نون. طيب لو جاء وسالك وقال لك مثلا يا دكتور قول لي كده اطوار البلازموديوم ملاريا اساميهم، هتقول لي والله في سبوروزويت، وبعدين في ميروزويت 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 ميروزويت، وبعد كده طور مشيجي. يبقى في سبوروزويت ثم ميروزويت ثم طور مشيجي، ده اللي جوه الانسان. يبقى الانسان فيه كام طور؟ الانسان فيه 3 يا دكتور، اللي هي الاسامي سبوروزويت ميروزويت، ما هتقول لي ما ده ميروزويت وميروزويت ميروزويت ميروزويت ما كلها ميروزويت، يبقى في سبوروزويت ثم ميروزويت ثم طور مشيجي. يبقى الانسان فيه كام؟ الانسان فيه 3، السبوروزويت والميروزويت والطور المشيجي. طيب ده بالنسبه للانسان كتوتال، سواء كبد زائد دم يعني. طب جوه الكبد بس فيه 2 من ال3 اللي هم السبوروزويت والميرو، السبوروزويت والميروزويت مفيش تاني. طب وجوه الدم؟ جوه الدم فيه الميروزويت والطور المشيجي. يا عم كده انت عندك كده 2 جوه الكبد سبورو وميرو، وعندك 2 جوه الدم الميرو والطور المشيجي، كده يبقى 4، وانت قايل 3، يبقى في واحد مشترك. مين المشترك ما بين الكبد والدم؟ الميروزويتات يا دكتور. يلا يا فندم قول لي كده الطور المشترك ما بين الجزء بتاع دورة البلازموديوم في الكبد والدم هو الميروزويت، اللي خارج من على الكبد رايح على الدم. طيب تروح للبعوضه بتاعت الانوفلس، احنا عندنا اتقسمت الى نصين، في جزء جوه المعده وجزء خارج المعده في الجدار. مين الاطوار اللي موجوده جوه المعده؟ اللي جوه المعده يا دكتور في عندك الطور المشيجي، اي مكان بقى غير ناضج وبعدين بقى ناضج فهو طور مشيجي، ثم الامشاج الزيجوت الطور الحركي. يبقى في 4، طور مشيجي امشاج زيجوت ثم طور حركي اوكاينت. طب مين اللي هنا موجود في جدار المعده؟ الطور الحركي اوكاينت ثم كيس البيض اوسيست ثم السبوروزويتات. يبقى اذا احنا عندنا توتال 6
6 جوه البعوضه، يبقى في 3 جوه الانسان، سبورو وميرو وطور مشيجي، سبورو ميرو طور مشيجي، وفي 6 جوه البعوضه. مين الستة دول؟ الطور المشيجي، الامشاج، الزيجوت، الطور الحركي اللي هو الاوكاينت، ثم اهو طور الحركي تاني ماليش دعوه، يبقى كده 4 اهو، ثم الاوسيست كيس البيض، ثم السبوروزويت، كده 6. يا عم 6 ازاي؟ ما هو جوه المعده فيه 4 وفي جدار المعده فيه 3، 4 و3 يبقوا 7، كده يبقى في واحد مشترك ما بين تجويف المعده وخارج تجويف المعده، وهو الطور الحركي، لان هو كان جوه المعده وبيخرج بره المعده يا دكتور. يبقى مين الطور المشترك ما بين تجويف المعده وما بين جدار المعده؟ الطور الحركي يا دكتور. يبقى قول لي كده، مين المشترك ما بين الكبد وما بين الدم؟ الميروزويتات. مين المشترك ما بين تجويف المعده وجدار المعده؟ الطور الحركي. طب مين المشترك ما بين الانسان والبعوضه؟ مشترك ما بين الانسان والبعوضه حاجه جوه البعوضه اوريدي موجوده وبعدين تروح للانسان اللي هو الطور المعدي للانسان السبوروزويت، او حاجه موجوده جوه الانسان وبعد كده هتروح للبعوضه اللي هو الطور المشيجي. فالمشترك ما بين النصين ما بين البعوضه والانسان اللي هو الطور المعدي، سواء السبوروزويت او الطور المشيجي يا دكتور. لو جيت وسالتك وقلت لك مين في دوره الحياه اللي عنده قدره على الحركه؟ مين الطور اللي عنده قدره على الحركه؟ نمرة 1 طبعا السبوروزويت، ده ابو الحركه كلها. السبوروزويت لان هو بيبدا على طول من ساعه ما بيتكون هنا، بيبدا على طول يتحرك، يروح يختزن في الغدد اللعابيه، وبعد كده يا دكتور لما يطلع على الدم هي يا سيدي هتنزله في الدم، هو نفسه هيسرح في الدم، تيار الدم هياخده، هو نفسه هيقعد يتحرك. يبقى اول واحد متحرك السبوروزويت. خلصنا كده، هنا مفيش حاجه ثانيه متحركه، ادي اول واحد متحرك السبوروزويت. تيجي بقى جوه البعوضه الطور المشيجي ما بيتحركش، ولكن الزيجوت سوري المشيج المذكر يتحرك زي الحيوان المنوي كده في الانسان، هو اللي بيتحرك المشيج المذكر يروح للبويضه المشيج المؤنث. هنا برضو تاني حاجه عندها القدره على الحركه الذاتيه المشيج المذكر عشان يروح للمشيج المؤنث، ومن هنا كان ليه اهداب. ثالث حاجه عندها القدره على الحركه اللي هو الطور الحركي. الطور الحركي ده من اسمه يا دكتور، وخلصنا كده. وهنا كيس البيض ما بيتحركش السبوروزويت. يبقى اذا قول لي الاطوار المتحركه في دوره حياه البلازموديوم: 1 السبوروزويت، نمره 2 المشيج المذكر، نمرة 3 الطور الحركي. طب قول لي يا دكتور دلوقتي كده، ايه هي الاطوار اللي بتنتج في دورة حياة البلازموديوم بالتحول؟ انا عندي فيه 2 تحول بيحصل، وفي تحول بيحصل جوه الانسان وفي تحول تاني بيحصل جوه البعوضة. يبقى التحول اللي في دورة الحياة 2، واحد في الانسان واحد في البعوضة. الاولاني اللي في الانسان تحول الميروزويد داخل كرة الدم الحمراء الى طور مشيجي، ادي اول تحول. وهنا بتتكون الامشاج، ولاول مرة نلاقي ان الامشاج بتتكون لا بانقسام ميتوزي ولا بميوزي، لان الطبيعي بتاع الامشاج ده زي ما احنا عارفين بتتكون بالانقسام الميوزي زي ما بيحصل فينا وفي كل الكائنات تقريبا اللي بتتكاثر جنسيا بالامشاج بالانقسام الميوزي. قد يحدث استثناء ويتكون بعض الامشاج بالانقسام الميتوزي زي ما بيحصل في ذكر نحل العسل، ايا مكان تكوين الامشاج بالانقسام الميوزي، ثم الطريقه الثانيه اللي بعديه ميتوزي. ولكن قد يحدث تحول بطريقه ثالثه والاول مره نشوفها، تكوين الامشاج بالتحول، وده زي ما بيحصل في البلازموديوم ملاريا. قول لي طرق تكوين الامشاج في الكائنات الحيه: 1 وده الاساس ميوزي زي في كل الكائنات ومنهم احنا، نمره 2 بالميتوزي وده زي ما بيحصل في ذكر نحل العسل، نمرة 3 بالتحول وده زي ما بيحصل في طفيل البلازموديوم ملاريا في دم الإنسان، حيث يتحول الميروزويد داخل كرة الدم الحمراء إلى طور مشيج اللي هو مشيج مذكر أو مؤنث داخل كرة الدم الحمراء. طيب التحول الثاني اللي بيحصل لما بيجي الزيجوت هنا يتحول إلى الطور الحركي. يلا يا دكتور، بيتحول لطور حركي، لا حصل حاجة في النواة ولا حصل حاجة في عدد الصبغيات، وكل اللي حصل يا دكتور شكله اتغير. يلا يا دكتور، مين الأطوار المتحولة في دورة حياة البلازموديوم ملاريا؟ في 2 تحول: 1 الطور المشيجي بيتكون بالتحول، نمرة 2 الطور الحركي بيتكون بالتحول. طيب السؤال اللي بعد كده يقول لك ايه هنا كده يا دكتور تاني؟ يقول لك ايه؟ طيب لو انا جيت وقلت لك هنا كيف تتكون السبوروزويتات، احنا متفقين على حاجة الاول، داخل جدار المعدة في انقسام ايه جوه الجدار اللي هو هنا. لو انت شفت في الجدار بتاع المعدة يا دكتور اهو كده، اهو في الجدار بتاع المعده هنا جوه المعده، لا انا بتكلم على الجدار. اول انقسام حصل لما خرج الطور الحركي هنا يا دكتور، وكان 2 نون، لازم يحصل ميوزي عشان يديني كيس البيض الاوسيست.
صح كده اللي هو نون. وتاني انقسام اللي هو الميتوزي اللي هو كيس البيض النون يتكاثر لا جنسي بالجراثيم عشان يديني السبوروزويتات. يبقى تاني يبقى في كام انقسام بيحصل في الجدار بتاع المعده؟ ميوزي ثم ميتوزي، وهي تاني مره بتك عليها لان في اسئلتها اتلخبط. ميوزي ميتوزي ميوزي ميتوزي ميوزي ميتوزي. مين اللي بينقسم ميوزي؟ اول او عندك. ومين اللي بينقسم ميتوزي؟ تاني او. احنا عندنا او كاينت واو سيست. الاو كاينت ينقسم ميوزي عشان يدي الاو سيست، ثم الاو سيست ينقسم ميتوزي عشان يدي السبوروزويد. يبقى احنا عندنا هنا، قول لي كده يا دكتور بقى، الانقسام كيف يتكون الطور الحركي؟ لو عايز ازاي بيتكون الطور الحركي اطلع هاتولي من البدايه يا دكتور. مش ده الطور الحركي اهو ده الطور الحركي من تحول الزيجوت داخل تجويف المعده. خلاص طيب ده كده الطور الحركي اللي هو كاينت. طب كيف يتكون كيس البيض؟ يتكون كيس البيض اهو يا دكتور. تكون ازاي؟ هات الخطوه اللي قبلها، من انقسام ميوزي للطور الحركي اللي هو الاو كاينت. طيب ما ناتج انقسام الطور الحركي؟ مش ده الطور الحركي اهو ده الانقسام بتاعه، الناتج بتاعه الاوسيست اللي هو كيس البيض. طب ما ناتج الانقسام بتاع الاوسيست؟ ناتج الانقسام هتروح كده تكوين السبوروزويتات، صح كده يا دكتور؟ طيب انا عندي خطوتين من الانقسام، ميوزي ثم ميتوزي. مين اللي فيهم بعتبره تكاثر؟ الخطوه الثانيه يا دكتور. ليه؟ لان ده مش تكاثر، انا برجع من الاثنين نون الى العدد الاصلي بتاع الطفيل اللي هو نون يا دكتور. ماشي كده الكلام؟ مش عايزين نقول حاجة تانية هنا كده في دورة الحياة؟ مش عايزين نقول حاجة تانية في دورة الحياة؟ بتهيألي كل كده حاجة واضحة. طيب أسألك سؤال يا دكتور، أين يتكون الطور المشيجي؟ يتكون الطور المشيجي بداية تكوينه هو هنا اتكون. أيوة يا عم هنا اتكون بس مش ناضج، بس بداية تكوينه. يا عم الحاج هو البيبي دلوقتي لما بيكون في البشر في بطن أمه وهو لسه عمره أسبوع، تقول لي أين يتكون الجنين؟ تقول لي بس ده لسه صغير ما نضجش. انا ماليش دعوه، هو بدا يتكون فين؟ في بطن امه في الرحم، ينضج برضه في الرحم. انما هنا الطور المشيجي بدايه تكوينه او تكون الطور المشيجي في دم الانسان، انما نضج الطور المشيجي داخل تجويف المعده. طيب تحرر المشيج من الطور المشيجي داخل تجويف المعده، صح كده يا دكتور؟ حلو. لو انا قلت لك في دوره الحياه بتاعت البلازموديوم ملاريا كلها انقسامات كلها ميتوزيه، لا يوجد غير انقسام ميوزي واحد اهو يا فندم. الانقسام الميوزي الوحيد اللي حصل في دوره الحياه اللي هو الاو يتحول لاو، الاو كاينت 2 نون يتحول الى او سيست اللي هو كيس البيض نون، ده للعوده الى العدد الاصلي للطفيل اللي هو نون. يبقى لو انا قلت لك هنا يحدث الانقسام الميوزي في دوره حياه البلازموديوم، لو انت مش مجمع دي وملتفت ليه هتقعد بقى تدور في دماغك وانت بتحل السؤال تراجع لي بقى طور لغايه اما توصل للحته دي. طب ما انا خلاص عارف الانقسام الميوزي الوحيد اللي في دوره الحياه هنا في جدار المعده لما يقوم ينقسم الطور الحركي ميوزي عشان يدي الكيس البيض او الاو سيست يا دكتور. ماشي كده الكلام؟ كده اعتقد مفيش حاجه تايهه منك، تقدر تحل على بركه الله. بس مش عارف، حاسس كده ان عايز اقول لك حاجه يعني النبي منع. طب اقول لك حاجه، طب لو قال لك اين تتكون الامشاج؟ ففي طالب بقى ناصح يقول لك ايه، اهو ده مشيج مؤنث وده المشيج المذكر اهم. لا يا فندم، هنا اين تتحرر الامشاج؟ المشيج تحرر من جوه كرة الدم الحمراء، انما هو بدأ تكوينه فين؟ هو بدأ تكوينه هنا. ايه ده؟ هو ده مشيج؟ يا فندم، ما ده مشيج مذكر ومشيج مؤنث جوه كرة دم حمراء ولكن غير ناضج. فلو قال لك اين تتكون الامشاج او اين يتكون الطور المشيجي في دم الانسان، انما لما يقول لك اين تنضج الامشاج او اين ينضج الطور المشيجي داخل تجويف المعده، طب اين يتحرر الطور المشيجي داخل تجويف معده انثى بعوضه الانوفيلس يا دكتور. وكده اعتقد من السهل جدا ان احنا نعرف نستوعب الاسئله وندخل بقى حل الاسئله. بسم الله توكلنا على الله، خش على حل الكتاب الاول.